انا مهما اتكلمت ومهما حكيت دي الوصفه الوحيده اللي ما يختلفش على حبها اتنين، وهي المكرونه البشاميل، وكل واحد ليه طريقته الخاصه اللي بيحب ياكلها بيها. فيلا بينا نشوف عملناها ازاي. في اي حله عندنا على النار هنقوم نازلين ب3 معالق زبده عليهم 3 معالق دي، وهنقوم نازلين بلتر لبن وهنقلب فيه بالتدريج لحد ما يتقل معانا. وزي ما قلت لكم كل واحد ليه طريقه. انا عن نفسي بنزل بمعلقتين كريمه وعليهم معلقتين جبنه كيري ورشه ملح وفلفل اسمر ومكعب مرقه ورشه جوز الطيب، و5 دقايق على نار هاديه لحد ما يتقل معانا. واي طاسه عندنا على النار هنقوم نازلين بمعلقه سمنه وعليهم شويه بصل وشويه توم وربع كيلو لحمه مفرومه ودي ماكس توابل هكتبها لكم تحت في الكومنتات مع معلقتين صلصه. وكده مش باقي غير ان احنا نسلق المكرونه بتاعتنا وننزل عليها ملح وفلفل اسمر وشويه بشاميل من اللي احنا عملناه، وقيس ان هي بتخش الفرن طبقه زيت، بعدين طبقه بشاميل، بعدين طبقه مكرونه، بعدين طبقه لحمه مفرومه، بعدين طبقه مكرونه، بعدين طبقه بشاميل. وفي الاخر هنقوم نازلين بميكس الجبن، جبنه شيدر وجبنه موتزاريلا وجبنه تركي مع رشه زيت بيدي لمعه حلوه مع رشه زعتر، وتخش الفرن ودي منظرها اول ما طلع من الفرن. وهنقوم مقطعينها وسايبينها ترتاح شويه. واكتبي تحت في الكومنتات بتحبي تاكل بشاميل ازاي. وبس كده احنا خلصنا، وكنت جاي اقول لكم